اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعه بقى شويت الفراخ بنص ازاز حاجه ساقعه. بصوا حكايه، قطايه وبصلايه وفص توم وكل التوابل اللي بتحبيها بقى، ملح وفلفل وكمون وتوم باودر، ماشي، ونص ازازه سفن. بصوا التتبيله، واضربيها في الخلاط لغايه ما تبقى كلها ايه بقى، ناعمه معاكي قوي من غير ما تصفيها. امسكي الفرخه بتاعتك وتبليها كويس جدا، وبعد ما تتبليها بقى هنشويها في فرن البوتاجاز. احنا مش هنشوي على الفحم، احنا هنشوي في فرن البوتاجاز على الشبكه. وحطي طاقه، حطي صينيه وحطي الشبكه بتاعتك ورصي الفراخ. بصي اهو، حطي بقى تحتيها ميه. انا هنا ما حطيتش ميه عشان الميه بتاعتها هي هتنزل فيها، بس انت احتياطي حطي ميه. بصي هنا بعد ما عدت نص ساعه، بصوا جمالها. هحط بقى فحميه وهاخد شويه صوص من اللي نزل منها واحطهم على الفحميه، واقفلي فرن البوتاجاز وكلي احلى فراخ مشويه بالطريقه دي. تحفه والله العظيم تحفه. بصوا جمالها، نص الحاجه ساقعه خلت لونها بالجمال ده. بصوا ايه رايكم؟ بجد حكايه. ودي اسرع تتبيله واحلى تتبيله. تبليها قبليها بساعه، بس ساعه واحده. بصوا دي كبد وقوانص مش محروقه، دي الدهنه اللي على القوانص. بصوا الجمال. بصوا، ما استاهلش بقى لايك، ما استاهلش كومنت حلو. شكرا للناس اللي دخلت واتفاعلت معايا على فيديو الفطير، بجد الف 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 شكر. لغايه دلوقتي الفيديو بيجيب مشاهدات عاليه بطريقه غير طبيعيه بجد. انا وصلت ل10,000، وعقبال ما اوصل لل100,000 بايديكوا انتوا ان شاء الله هوصل ل100,000 لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.